الاسم محمد البدوي، أستاذ متدرب. أنا الآن في الموقع اللي تعرضوا فيه الأساتذة في يوم الخميس الأسود بكل أشكال القمع والتنكيل، بحيث أن في هذا المكان اللي كتشوفوا كنا قايمين بمسيرة سلمية امتثالا للبرنامج النضالي الذي قررته التنسيقية الوطنية. ففوجئنا بالجهاز القمعي يعني يطوق المكان بدون أي إنذار، ثم بعد ذلك لم نأخذ الوقت يعني اللازم، يعني ما رتبنا الصفوف لا وقادين لا وقفنا، هما يهجموا علينا، هجموا راه الصور يعني في المنابر الإعلامية، يعني خير دليل كتعبر على خير دليل التعبير على هذه الفاجعة. فمن هنا حنا كنقولوا حنا ما طالبين والو، حنا ماشي شي جهة معينة اللي كما كيقولوا وزارة الداخلية، حنا أساتذة متدربين. ونهار جينا تسجلنا هنا في هذا المركز ما تسجلناش بشي اسم شي جهة معينة، تسجلنا هنا كأساتذة متدربين، كل واحد فينا عنده الوزارة، عنده الوثائق ديالو الرسمية اللي كتأكد بأنه أستاذ متدرب. ومن هنا كندعو وزارة الداخلية اللي كتتبنى هذه الفبركة هذه أنها تنزل وتعطينا ولو واحد من هذا المركز أنه كينتمي لشي جهة معينة اللي هي كتكلم عليها، باش نكونوا متفاهمين. حنا عندنا تنسيقية وطنية ديال الأساتذة المتدربين أصحاب البدلة البيضاء، كلهم ولاد المغاربه، جاوا من اسر فقيره جدا، يعني ما جاوش بشي بلاصه اللي هي بعيده، ما جاوش بشي بلاصه اللي هي يعني ما جاوا من الاسر اللي هي فقيره وجاوا تسجلوا هنا. فاذا بهم انهم اللي جاوا لقاو راسهم بان ديك الوظيفه اللي جاوا على ودها في اخر المطاف غادي يتحملوا لنا بهذا المرسومين هذا. ثم المساله الثانيه اننا ندير بشده هذا القمع. ثاني حاجه كنحملوا المسؤوليه للحكومه وكذلك الدولة لكل ما سيؤول إليه الوضع، حيث أن الحالة ديال الأساتذة المتدربين تزيد سوءا. ونحيطكم علما بأن الضحايا ديال هذه المعركة الأستاذ الخمار يعني في حالة يرتلى، وكذلك الأستاذ لمياء، بحيث أنها لم يتم استقبالها يعني في جميع المستشفيات، بحيث أنهم يعني بغاو يتخلصوا منها بأي طريقة. فمن هنا نكون واضحين بأن أي مساس بهذا الأستاذ المتدربين هو كتحمل المسؤوليه ديالو الحكومه والدوله. وحنا المطالب ديالنا واضحه، ما كنطالبوش بشي حاجه اللي هي ما كايناش، كنطالبوا باسقاط واحد المرسومين سنتهم الحكومه. هاد المرسومين يعني حيدوا لنا الحق ديالنا في الوظيفه. المرسوم الاول ديال 2/15/588 اللي يفصل التوظيف على التكوين، والمرسوم 2/15/589 اللي كيقلص المنحه ديال الاساتذه المتدربين من 49 ريال ل 24 ريال. باش نتفاهموا هذا هو الاشكال اللي عندنا، ما عندناش شي اشكال اخر. وثاني حاجه حنا راه ما غاديش نتنازلوا على الحق ديالنا، هذا هو اللي كنقول.